انا كزملكاوي عمري ما هقيم لعيب الا لما يلعب لي 6 7 ماتشات بمستوى ثابت. حتى اللاعب البرازيلي، حتى شيكوبانزا. فمع احترامي الشديد مش عايزين نلحق ونطبل ونهج ونهلل قبل ما نشوف مستوى ثابت. الفرقه كلها اللياقتها البدنيه واقعه. لكن احنا يا جماعه لازم نتكلم بعقلانيه، لازم نفكر. المدرب محتاج يشتغل اكتر من كده، محتاج اللياقه البدنيه تزيد، محتاج كمان لازم يكون لك شخصيه واسلوب في الماتش. لكن احنا مع احترامي الشديد مفيش تنوع، فرص قليله جدا، ما بتوصلش، ما بتخلقش مساحه فرص. عديد دباغ ما بيلبسهاش، ناصر منسي حتى لما بينزل ما بينزل. ليه؟ لان مفيش تواصل، مفيش خط، حلقه الوصل ما بين الهجوم وخط وسطك مفيش خالص. انت اجتهادات لا اكثر ولا اقل، لكن كتكتيك انا ما شفتش تكتيك. ومش عايزين نطبل ومش عايزين نهلل، لاننا لسه مش عشان اخوان 2000 جاب جول يبقى الدنيا لا بردي، لا لسه بدري، انت مطلوب منك كتير وكتير وكتير. فمش عايزين نطبل. الخامه كويسه، لكن المهم الاستمراريه. استمر بمستوى ثابت. ده مش عايز اقول لك ان في ناس بتقعد بالثلاث اربع سنين مستوى ثابت، لكن تلعب على سطر وتسيب سطر. فمش عايزين نهلل ونسبق الاحداث.